حبايبي الحلوين، النهارده هنعمل مع بعض صينيه مكرونه بالبشاميل بالمكرونه الاسباجيتي واللحمه المفرومه. شايفين حلاوتها وجمالها والجوسي بتاعها تحفه وريحتها قلب البيت. هنكون مشغلين الفرن على درجه 180 درجه ومعصجين اللحمه المفرومه من قبلها. دلوقتي هنعمل مع بعض المكرونه والبشاميل. هنعلق في حله على النار ميه مغليه بملح بس، ونحط فيها حوالي نص كيلو مكرونه اسباجيتي يتسلق. في نفس الوقت ده في حله تانية هحط معلقتين كبار سمنه، معلقتين زيت، ونص كوبايه دقيق، وابدا احمر الدقيق لحد ما اشم ريحته كده ويديني لون خفيف ان الدقيق استوى. بعد كده هنزل عليه بحوالي نص لتر لبن مغلي قبل كده بالقشطه بتاعته عشان يبقى البشاميل غني وجميل، وابدا ابهره بالملح والفلفل الاسود وشعره كده من الحبهان المطحون عشان يديني نكهه حلوه وجميله. واول ما يبدا يغلي معايا ويتقل واتاكد من السمك بتاعه عاجبني، خلاص لقيته محتاج خفيف وعايز شويه ميه، ممكن احط له شويه من ميه سلق المكرونه. في الوقت ده المكرونه بتتسلق، واهم حاجه احط لها ملح بس، ما اضيفش زيت في سلق المكرونه علشان تاخد نكهه البشاميل. هنا بقى بعد ما اخلص خلاص وبكبك معايا اسيبه يبرد، وبعد ما يبرد اضيف عليه بيضه واحده بس، واحط كمان شويه جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر او جبنه رومي مبشوره، اي نكهه بتحبيها. بعد كده من المكرونه استوت بقلب فيها معلقتين 3 كده من البشاميل الجميل ده، وبعد كده اجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن، احط في ارضيه الصينيه معلقه من البشاميل، وابدا احط اول طبقه من المكرونه، وفي النص اللحمه المفرومه وشويه جبنه كده جميله مبشوره. بعد كده الطبقه التانية المكرونه واساوي السطح كويس، وبعد كده انزل بقى بالجمال والخطيل ده شويه البشاميل دول يا ولاد عسل، واسوي الوش كده. ممكن ادخل على كده الفرن هيديني وش جميل جدا، لان انا حاطه الجبنه في قلب في قلب البشاميل، او احط شويه مكرونه جبنه، وادخل بقى حوالي ربع ساعه وتاخد الوش الجميل ده من الشوايه، وما اغيبهاش في الفرن عشان هي مش محتاجه سوا، تطلع معاكي جوسي وجميله. شفتوا الجمال؟ ما سيبهاش تنشف في الفرن. بألف هنا.